ازيكم؟ لو بتعاني من مشاكل مع شركات التسويق، الفيديو ده هيغير لك فكرتك تماما. في 4 خطوات لازم تعرفها تخليك ما تقعش في المشاكل دي تاني. اول حاجة لازم تعرف ان شركة التسويق الصح بتساوي نجاحك. لما تختار شركة تسويق اتأكد من الأسئلة المهمة دي. اسأل شركة التسويق ازاي هتقيسوا النتائج، ازاي هتواصلوا معاك، ايه اللي يحصل لو النتائج دي ما اتحققتش زي ما اتفقنا. اسأل عن تطوير الشركة واستراتيجياتها. تاني حاجة لازم تعرفها انك لو مش عارف هدفك هتخسر. خلي هدفك من التسويق واضح عشان تقدر شركة التسويق تساعدك. تعرف تبدأ منين. لازم تبقى واقعي في الفترات الزمنية اللي تطلبها. مش هتقدر تضاعف مبيعاتك في 6 شهور أو أقل مثلا بميزانية صغيرة. في علاقات كتير بين أصحاب البيزنس وشركات التسويق بتفشل بسبب تفاصيل صغيرة. ركز على هدفك علشان ما تحصلش مشكلة وما تدخلش نفسك في تفاصيل تسويقية كتير. ثالث حاجة، شركة التسويق دي مش عدوك، هي شريك ليك. اتعلم ازاي تبني علاقة متوازنة. العلاقة بينك وبين الشركة لازم تكون شراكة متساوية. ضيف خبرتك في البيزنس وهم يضيفوا لك في التسويق. بلاش تشكك في كل حاجة علشان الاجتماعات ما تبقاش دفاع عن النفس، بدل ما تشتغلوا مع بعض علشان تحققوا الهدف اللي انتوا عايزينه. نصيحتي ليك لما تختار شركة تسويق لازم تثق فيها. اعترف ان انت وفريقك ليكم دور كبير في تحقيق النتيجة برضه. الحاجة الأخيرة، التسويق مش سباق، لازم تستمر علشان تشوف نتائج التسويق بتحتاج وقت وصبر. اوقات هتواجه تحديات، ممكن تغير الاستراتيجية وممكن تستعملها اكتر من مرة. ممكن تحتاج تعدل في حاجات عندك زي طرق البيع، الفريق. شركة التسويق كمان ممكن تتغير وتتكيف مع الوقت. لما تكون مستعد للصبر اي حاجة تقدر تحققها.